السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا بشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناة، بجد ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني كده بأحلى اشتراك من احلى متابعين في الدنيا. ولو اول مرة طبعا تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. نخش بقى كده على الفيديو الجميل بتاع نهال، هي وسحورة القمر. بجد بجد نهال يعني بتحب سحر قوي قوي قوي، وباين الحب اللي هي بتحبه لها من الفيديوهات وطريقة التعامل بينها وبين سحر وبين الأولاد. بصراحة يعني هي بتقول أنا بحب الأولاد دولت، سبحان الله يعني. هي المحبة كده بتيجي من عند ربنا، هي بتحبهم هم الصراحة. الأولاد أصلا عيال محمود وسحر يخشوا القلب كده. ودمهم خفيف، وهم بيحبوا نهال قوي وهي كمان بتحبهم. وعلى فكرة يعني العيل بيحس، بيبقى عارف اللي قدام منه فعلا بيحبه بجد من قلبه ولا بيبقى مصطنع الحب او مصطنع الكلام، فاهمين؟ لا هما فعلا العيال حاسين بحنية نهال عليهم وحبهم وحبها ليهم. فبجد بجد يعني ربنا يديم المحبة بينكم كده ويرزقك يا نهال ان شاء الله بالذرية الصالحة يا رب عن قريب ان شاء الله. ويعوضك خير يا حبيبتي، والله بجد الواحد بيدعي لها من قلبه، والله بجد بدعي لها من قلبي اللي ربنا يرزقها بالذرية الصالحة ان شاء الله. طبعا هي كانت عاملة بقى يوم جميل كده هي وحسن، راحوا عند سحر في الفيلا، وكانت جايبه لهم بقى فسيخ ورنجة وقالوا بقى يشعبنوا كل سنة وانتوا طيبين، خلاص رمضان داخل ومش هنعرف ناكلوا الأكلة الحادقة ديت فين طول شهر رمضان غير على العيد بقى. فهي قالت تاخد بقى الفسيخ والرنجة والسردين والبطارخ ما شاء الله على الأكلة الجميلة دي. قالت تروح تاكلها كده في الجنينة بتاعت الفيلا بتاعت محمود وسحر مع الأولاد. فكان يوم جميل بصراحة. عايزة اقول لكم برضو التصوير في الفيلا بيبقى ليه شكل تاني وغير الشقة يعني، كقعدة بقى كده في الجنينة والوسع يعني ما شاء الله جميل. كانت حلوة قوي، والعيال طبعا كانوا فرحانين بيها اللي هي راحت قضت معاهم اليوم. بس كان في حاجة بقى. ما قلتليش على حاجة في الكحة، يعني انا كنت طالبة منكم الفيديو اللي فات تقول لي اخد ايه الكحة ديت عشان تروح، عشان انا تعبت خلاص منها. فكنا شفنا بقى حاجة ان محمود ما ظهرش، وحسن بيقول لها امال فين محمود يا سحر؟ قالت له جوه في الاوضه نايم بيلبس وهيطلع. طب نستنوا محمود يطلع، ما طلعش حتى، ما طلعش سلم على حسن على اخوه. واما جه ساعة الاكل لقينا اكرم ما طلع بيقول لك بابا هو مش هياكل معاكو دلوقتي عشان خاطر هو بردان وعايز ينام. طب يعني انت عندك ضيوف وعندك اخوك، هتنام ازاي؟ مش عارفين، حاسه ان محمود كده يعني في لغز كده عند محمود. ما بيظهرش اولا كتير في على اليوتيوب، وبيصورش كتير في قناته. طب هو اصلا ما كانش موجود اصلا في الفيلا وكان في شغل مثلا بره، او بيجيب حاجه او بيعمل حاجه؟ يعني حتى لو كان جه مثلا من ورا الكاميرا او هم قافلين الكاميرا، كان المفروض برضو حسن اخد اللقطه دي كده وهو بيسلم عليهم. مش عارفين بصراحة. المهم يعني محمود في اليوم ده ما أكلش معاهم، وما شفناهوش بقى طلع ولا سلم على حسن ولا سلم على نهيل. مش عارفين بقى فعلا هو كان نايم وقام بعد كده، بس هو ما أخدوش اللقطة ديت، أو ممكن يكون هو كان بره في الشغل ومش فاضي طبعا إن هو يجي كده. المهم يعني ما علينا، ايه احنا بس ايه هو دوت اللي احنا شفناه يعني ايه واللي لفت نظرنا في الفيديو بتاع نهال وحسن ساعة ما كانوا بيعملوا مقضين يعني اليوم مع بعضهم. جه بقى وهم مروحين بعد ما خلصوا يومهم عند محمود وسحر، قالت له انا عايزه احود على الفيلا بتاعتنا اشوفها عشان وحشتني ووحشني اجواء الفيلا، وبعدين بعيد النظر ان انا ممكن ارجع اسكن فيها تاني، اقعد فيها تاني علشان خاطر او ابقى جنب اولاد محمود
ويجوا لي واروح لهم والكلام ده كله، لان هي فعلا بتحبهم قوي وهم قريبين منها اكتر يعني. حاسه اللي هم ايه الود بينهم اكتر. طبعا دلوقتي اولاد ام زياد في المدارس وحاسه ان مفيش بينهم ود قوي يعني. كانوا هم حتى بيجوا على طول عند نهال وبيصوروا معاها وبتعمل لهم البكيته وما اعرفش ايه وكده. طبعا هم دلوقتي مشغولين في المدارس والدروس. الصيف جاي بقى وياخدوا اجازه، وان شاء الله نشوفهم برضو يطلعوا ايه يصوروا مع نهال. فطبعا هي بتحب قوي قوي اولاد ده محمود، وبتقول له وديني الفيلا علشان خاطر اشوف بقى ناقصها ايه. دولاب مطبخ اعمله لما كملش مش عارفه صح ايه. دولاب المطبخ يعني بتاع نهال بتاع الفيلا دوت يعني كانت بتحلم بيه من زمان قوي، ان هي تقول الدولاب هعمل دولاب، هعمل دولاب مطبخ وهقفل دولاب مطبخ، بس يعني ما كملش مش عارفه فيه ايه. فاحنا عايزينك يا حسن لا تذبح حاجه في الفيلا، في الفيلا ديت يا حسن. انت من ساعة ما اخدتها وانت ما لحقتش تقعد فيها، وجيت سافرت ورحت الجيش، وبعد منها جيت عزلت رحت الشقة والدولاب ما كملش. فاحنا الصراحة بقى عايزينك تذبح جيجي فيها، اللي هي نهال كانت طالباه من باباها. لا انت اللي تجيبه وتذبحه في الفيلا دي، وتعمل بقى كده عزومة بقى وحفلة مشاوي عليه، بدل ما هي كل شوية طالبة من باباها بقى جدي وهاتلي وهاتلي. لا خف شوية بقى يا نهال على الحاج سيد الصراحة. طبعا هم ذبحوا الخروف وكانوا برضو عاملين عزومة كده ووليمة كبيرة عند مامة نهال. بس نهال بتقولها هيبقى كانوا جايبين الخروف عشان خاطر نهال، بس نهال ما بتحبش الدوني، بس كانت عايزة تعمل منه ايه حواوشي وكفتة. فبتقوله المرة الجاية تجيب لي جدي. لا اطلبي بقى شوية من حسن، باباكي كده يعني عداه العيب وأزح زي ما بيقولوا. يعني خلاص بقى كفاية كده يا نهال، انت طلعتي بما فيك كفاية، ولسه عندك خواتك التانيين ربنا يبارك فيهم ويبارك في باقي ويخليه لكم ويجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. بس خلاص بقى دلوقتي ايه، انت برضو رحتي بقى بيت جوزك يعني. اطلبي بقى من حسن شوية، مش كل حاجة بقى ايه الحاج سيد الحاج سيد، ربنا يعينه على اخواتك التانيين برضو لسه عايزين هم ما يتلم زي ما بيقولوا، دول لسه صغيرين ولسه طالعين للدنيا تعليم وشوار. واخوكي عبد الله برضو نفس الحكاية عايز يتجوز، فكده يعني شوية هنا وشوية هنا. فبما ان بقى اللي انت نفسك تاكلي جدي، خلي بقى حسن يجيبه وروحوا الفيلا بقى هناك واعملوا بقى حفلة المشاوي وقضوا يوم. وبالنسبة للفيلا كنت شايفة متابعين وشايفة يعني بيقولوا لك الكلام ده، وحاسة ان رأيهم حلو. بيقول لك افرشي الفيلا فرش كده هو التاني، عشان خاطر في الصيف هتبقى الفيلا جميلة قوي، تروحي تقعدي فيها في الصيف، وخلي الشقة ترجعي فيها في الشتاء. بما ان انت بتقولي الفيلا فيها مكان يعني بتبقى ساقعه في الشتاء وكده، فديت هتبقى حلوه قوي في الصيف. والشقه دفا خلاص اقعدي فيها في الشتاء، وهاتش عفش تاني يعني كده اهوت بجهزي الفيلا. وفي الصيف بقى روحي هناك وهتبقى حلوه في البسين وفي الجنينه، وهتعملوا كمان افكار وفيديوهات حلوه حلوه قوي 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 في الفيلا، لان الناس فعلا كانوا حابين الوسع وحابين المناظر ديت، تحس اللي هو فيه تغيير. الجنينه ما شاء الله جميله وانتم مهتمين بالشجر. تحدياتكم مثلا وانتوا كنتوا في البسين في حمام السباحه يعني بتعملوا التحديات، تحس ان في مساحه كبيره. المتابع كان حابب ان هو يشوف كده. فخليكي بين الاتنين، في الصيف في الفيلا وفي الشتاء في الشقه، وفي نفس الوقت تعملي الجدي بقى اللي انت كنت بتقولي عليه الحاج سيد. الحاج سيد لا خلاص يا حاج سيد احنا بنقول لك لا ما تجيبش بقى حاجه تاني، لان هي كده كفايها بقى السنه دي. السنه الجايه ان شاء الله تبقى تجيب لها، وتجيب لها كده ان شاء الله يوم ما ربنا يعوض عليها كده بالخلف الصالح ان شاء الله عن قريب. وبنقوله لمامة نهال تسلم ايديكي على الاكل التحفه الجميل ده. طبعا بنقولك يا ام نهال تسلم ايديكي على الاكله الجميله ديت. وعايزه اقول لكم بصراحه اسلوبها وطريقتها مع حسن ونعمه الحما ونعمه الام يعني. هي بتحب طبعا بنتها، فعايزه بنتها تبقى سعيده، فبالتالي هي كويسه مع حسن ومع جوز بنتها، لان هو حسن ما شاء الله كمان لسانه حلو مع اهل نهال. يعني اعتبر هما ابوه وامه التانيين. طبعا ربنا يخليه الحاج جابر والحاجه سعديه،
وطبعا الحاج سيد ومامة نهال، ونعمة الأب والأم، وربنا يديم المحبة كده بينهم، وإن شاء الله تذبحوا كده يوم ما نهال ربنا يعوض عليها بالخلف الصالح إن شاء الله، ويكرمها كده هوت بتوأم زي ما هي بتتمنى، ويفرح قلبها هي وحسن إن شاء الله بالذرية الصالحة. طبعا دوت كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. متنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد، ودعوة حلوة كده هوت بصلاح الحال ليا وليكم. وبجد بشكركم تاني لكل حبايبي اللي دخلوا واشتركوا في القناة، بجد ربنا يسعدكم ويفرحكم زي ما بتفرحوني. طبعا استنوني في فيديو جديد وهتوحشوني، ومع ألف سلامة. سلام، مع السلامة.